السلام عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم والف مرحبا بالناس الجداد في قناتنا والام فرح. ما تنساوناش باللايك والاشتراك، وبالنسبه للناس اللي معايا دائما حتى نتوما مرحبا بكم والف مليون مرحبا. بغيت نشارك معكم واحد الخريجه مهم خفيفه ظريفه مع العائله ديالي لواحد المنطقه اللي كتكون في الجهه الشرقيه. مهم جايه ما بين احفير وبركان. مهم الناس راهم كيعرفوها من بزاف. سميتها تافوغالت. هذه المنطقه هذه هي منطقه جبليه بالنسبه للناس المحبين الطبيعه ومحبين هاد المناطق هادو. راها كيمشيو لها دائما كيمشيو لها. هي منطقه راها معروفه بطبيعه الحال، ومرحبا بالناس اللي ما عمرهم ما زاروها وجيتوا للجهه الشرقيه. مرحبا بكم والف مرحبا. الناس ديالها متواضعين ودراوش الله يعمرها دار. هي هذه المنطقه معروفه بالمزاح، هادو راه الشجر ديال المزاح. كيكون فيها المزاح كتير. وكتكون الطبيعه فيها غزاله. غير هذا العام ما عشتوا شويه الجفاف الله يرحمنا. ما كايناش الشتا بزاف، داكشي علاش. اما هي راه منطقه تبارك الله غزاله. وفي الربيع كتكون احسن واحسن. هادشي اللي كاين. وكتميز هاد المنطقه بالعشوب. كيبيعوا فيها مثلا الزعتر، بركوكش اللي كيكون على اليد. بركوكش كيكون بانواعه، يعني بالعشوب بالعادي بالسميده. مهم كيكون بانواعه. الناس اللي راهم قلت لكم زاروها راه ديجا كيعرفوها، يعني ماشي جديده عليهم. كنشرح الناس اللي ما عمرهم ما جاو ليها. واحد النصيحه اخوتي واخواتاتي بالنسبه للناس اللي بغاو يزوروا هذه المنطقه، لبسوا السفرديله، لا سيما اللي كيبغيو يحطوا مثلا الطوموبيل ديالهم شي باركينغ لداخل وكيبغيو يدوروا على رجليهم. كما قلت لكم هذه المنطقه غنيه جدا، والناس ديالها الله يعمرها سلعه. كلهم كيتعاملوا. الناس اللي كيبيعوا تما المواد اللي خاصه بالمنطقه، مثلا بحال شكل الزعتر، بحال شكل بركوكش اللي كيكون مفتول على اليد، ماشي ديال السوق ولا. وكيكون بالعشوب، كيكون بزاف تاع الاخر، كاين ازير، كاين مهم شي حاجه اللي خاصه بالمنطقه. وفي الوقيته ديال المزاح كيكون المزاح كتير كيبيعوه تما. كاين حتى لافوكا، كاين شي وحدين ولكن قلال ماشي بزاف اللي كيبيعوها مع وكاين العسل الحر عاوتاني كيبيعوه بالانواع ديالو. هنايا كما قلت لكم هاد المنطقه هذه الناس ديالها كلهم كيتعاملوا. الناس ديال المطاعم، الناس اللي كيبيعوا يشريو. حتى الا بغيتي تسول على شي حاجه مثلا كنتي تما مثلا في هكا في الباركينغ وبغيتي تسول مثلا شي حاج ولا، كلهم كيتعاملوا ما شاء الله عليهم. كما قلت لكم منطقه اللي زوينه وكتستحق الانسان يزورها ويعاود يمشي لها. فين ما مشيتي كتلقاي فين تجلس. هذه هنايا غير الدخله ديال تافوغالت. اما الداخل ملي كتوصل كما نقولوا كتكوني في السونتر ديالها، يعني كتكون داخل في وسط المدينه. راه تبارك الله لي ريستورون، يعني المقاهي، اي حاجه بغيتو، الماكله، الطواجن، مثلا الشوا بغيتو، لي بيتزا، لي تاكوس، لي ساندويتش، الانواع تاع العصائر، اتاي. المهم اي حاجه كتبغيوها، يعني ماشي مثلا محددين بواحد الاكله ولا اي حاجه. بالنسبه للوليدات اللي بغا ياكل شي حاجه الخير موجود ما شاء الله. هنايا هذه هنايا كاين واحد المغاره يقولوها مغاره الحمام، معروفه تما. وتبارك الله كاين الناس اللي تما كيكونوا كتارين. انا خواتاتي راني صورت غير بعض اللقطات، ما نكذبش عليكم، لان كنخاف نشد معايا الناس. راكم عارفين بدون اذن ديالهم راه ما يمكنش تشدي الناس. اما لتحت هنايا راه جايه الفوق، هذه هي المغاره ديال الحمام، مسدوده بطبيعه الحال. وراه كاين الحمام في هذوك. المهم هي دابا بحال مهجوره شويه، ولكن هي الحمام كيكون الفوق. هنايا لتحت راكم كما كتشوفوا راه الناس راها جالسين بزاف ودايرين. كاين اللي كيبغي مثلا يجيب، كيكونوا عائلات كبارين كيجيو تما كيطيبوا راسهم، ما كيمشيوش للمطاعم. وداكشي ما بغيتش نصور كلشي الصراحه. ومهم اي حاجه بغيتوها بالنسبه كما قلت لكم وغادي نعاود نقول لكم، الناس اللي كيبغيو الطبيعه هذه احسن وجهه في المنطقه الشرقيه. وكاينه دقافايت عاوتاني حتى هي معروفه حتى هي. شي نهار ان شاء الله الى مشيت تما عاوتاني نصور لكم.
بالنسبة لتافوغالت في الصيف كيكون لابيسين، وبالنسبة لدابا في الفصل ديال الشتاء راه ما كيكونش، ما كيكون مسدود. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وما نكونش طولت عليكم بزاف في الهضره. المهم انا غير شرحت لكم واحد كيما نقولوا غير ملخص هادشي اللي كاين اخواتاتي. نتمنى تزوروا هذه المنطقه، ومرحبا بكم في اي وقت. وشكرا على المتابعه اللي وصل حتى لهاد الدقيقه هذه. شكرا بزاف على المتابعه، والله يحفظكم والله يسهل عليكم، واللي تمنى بشي حاجه في قلبه ديال الخير الله يوفقوا ليها. وهادشي اللي كاين اخواتاتي، فرجه ممتعه، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله وعواشر مبروكه. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.